بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي، أجمل وأرج متابعين في الدنيا. لايك واشتراك بقى في القناة عشان إن شاء الله القناة تكبر بيكم. وبإذن الله الفيديو النهاردة هيكون إن شاء الله ضرب نار، هنعرف فيه الفلاحين هيعملوا إيه في البصل، وبرضو التجار هيعملوا إيه فيه هنا في البصل، وكمان التاجر هيبيع بكام والفلاح هيبيع بسعر كام، وكمان الحكومة هتصدر البصل ولا لأ. والأهم من ده كله العروة التانية اللي هو البصل الصعيدي اللي هيجي إن شاء الله في شهر 9، هيتصدر هو كمان ولا لأ. وكمان احنا ان شاء الله مصيرنا ايه في البصل بأمر الله لو عشنا وجانا من اهل الدنيا. وهنعرف برضك ايه انواع البصل اللي انتي لو لقيتها قدامك في السوق حتى لو بلاش ما تشتريهاش. وهنعرف ان شاء الله كمان مصير البصل الصعيدي هيكون زي البصل بتاع الايام ديت وهيكون غالي ولا النظام ايه. وهعرفك ان شاء الله زي ما قلتلك البصلة دي لو لقيتها قدامك في الاسواق اوعي تشتريها حتى لو ببلاش. هنبدأ كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سعر البصل يا بنات في سوق العبور من 10-13، ده بالنسبة للبصلة الحمراء اللي جودتها كويسة. وفي الأسواق العادية في الأسواق الشعبية من 13 ل20 جنيه. أنا عن نفسي والله العظيم أنا اشتريت البصل ب20 جنيه واشتريته ب15، يعني اشتريت على المرتين تقريبا ب20 جنيه. وسعر البصل الأبيض في الأسواق من 10 ونص ل13، وفي ناس بتبيعه من 10 ونص ل12. وسعر التوم زي ما قلنا قبل كده من 35 ل45 وهو ثابت. بس يا بنات في فرق بين التومة الحمراء والتومة البيضة، في ناس بتبيع التومة البيضة ب35 والتومة الحمراء طبعا ب45 بتكون أغلى معاك شوية. عايزين بقى في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله نجيب الخلاصه كده والزتونه، نعرف المشكله في التاجر ولا في الفلاح ولا في الحكومه. بص يا بنات بما يرضي الله هنقوله كلمه حق طبعا والحكم ليكم، وشوفوا برضو رأيي هيوافق معاكم في التعليقات ولا لا. بص يا بنات الحكومه ملهاش اي يد في اسعار البصل دي خالص، كلمة حاجة هنقولها. وعلى فكرة يا بنات البصل في مصر أرخص من الدول العربية بكتير. يعني لو جيتي قارنت البصل في مصر بالبصل في السعودية أو في الكويت أو في الأردن أو في حتى في البلاد الأوروبية هتلاقي إن احنا البصل عندنا في مصر هنا أرخص يعني من بلاد كتير. والغلاء يا بنات اللي عندنا في مصر دي ربنا يا رب يرفع عننا الغلاء والوباء ويكفينا شر الأمراض يا رب. يعني على الدنيا كلها، يعني مش على مصر بس، يعني الغلا اللي عندنا في مصر ده في زيه في السعودية وفي زيه في الأردن، في زيه في الكويت، في زيه في أوروبا، في أمريكا. كل البلاد مسيسها الغلا ده، يعني مش علينا احنا لوحدنا. طبعا احنا ممكن يكونوا حاسين شوية بالغلا ده لان احنا ما عندناش مصدر دخل، ممكن يكون البلاد التانية بتلاقي مصدر دخل فما انتش حاسة بالغلا شوية، بس عندنا احنا حاسين بيه شويه عشان الظروف اللي احنا فيه دي. وطبعا برضو لو انت من ارياف زي حالتنا بتكوني حاسه بيه برضو ان مفيش دخل. بس الله المستعان. اللي عايزه اقوله لكم ان الحكومه ملهاش اي يد في اسعار البصل، كل التلاعب من الفلاح الاول وفي الاخر. التلاعب من الفلاح يا بنات عايز يعوض خساره السنه اللي فاتت. يعمل ايه؟ طبعا هو برضو مظلوم، يعني بيحط سماد وفي ايدي عامله، وفي مثلا لو حد لا مؤاخذه هيشيل البصل هيحط البصل الناس هتجلع، فده كلته لازم هيشيله للتاجر، والتاجر برضو عايز ياخد مكسبه وهيشيله للمستهلك. فالفلاح عايز يعوض السنه اللي فاتت، والتاجر طبعا بياخد بسعر عالي من الفلاح، ولازم هيضيف مكسبه وهيضيف مشاله وهيضيف بنزين العربيه او جاز العربيه ايا يكن يعني. فلازم برضو هيغلي السعر شوية على المستهلك. فالمطحون في النص هو مين؟ هو المستهلك. وبرضو يا بنات الفلاح اللي زرع السنة اللي فاتت، في فلاحين كتير زرعت السنة اللي فاتت ما زرعتش السنة دي بسبب اللي حصل فيهم والخسارة اللي خسروها، ما لموش حتى حق الشتلة بتاعة البصل اللي كانوا زارعين بيها الأرض. وفيه ناس لسه أول سنة تزرع النهاردة، ومعنى أصح يعني اللي عنده سلعة عايز يحتكرها. يعني اللي عنده بامية عايزها ترفع، اللي عنده بصل عايزه يرفع، اللي عنده بطاطس نفسه تضرب في السما يبقى البطاطس ب1000 جنيه الكيلو. فبص يا بنات اللي عنده سلعة عايز هيرفع. زي برضو الله المستعان ايام الذهب الفترة اللي فاتت لما رفع، اللي معاه حتتين ذهب شوية يقول يا رب الذهب يبقى ب10 تلاف، واللي معهوش طبعا نفسه يشتري. ففي الاول وفي الاخر يا بنات لازم نحس ببعض، لازم اللي عنده سلعة يحاول على قد ما يقدر يكسب بما يرضي الله عشان غيره ياكل. والله العظيم الدنيا ما تستاهل الصراعات ولا الخناقات اللي احنا بنعملها دي. ما طولش عليكم بالموضوع ده، وهنتكلم بقى ان شاء الله النهارده البصل العلوة التانية اللي هو البصل الصعيدي هيتصدر ولا لا.
ان شاء الله باذن الله هو هيتصدر خلاص، دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش كلام، وربنا يسترها علينا يا رب ويتولانا. في حاجة بس يا بنات يعني ايه مهمة عايزة اقولها لكم، إيه يا رب بس التاجر والفلاح، الفلاح ما يخزنش البصل ويكمره عنده في الارض، وطبعا بيخزنه بين الجش فهو مش خسران في حاجة. يا رب بس الفلاح ما يفضلش على الوضع ده مخزنه، والتاجر ياخد منه، لو التاجر لقى بصل عند فلاح تاني ياخده يخزنه، هيبقى الوضع فعلا كده سيء جدا لو الموضوع ده حصل. فربنا يستر يا بنات وما يحصلش ده، وان شاء الله باذن الله عايزين نتفائل خير، وربنا ان شاء الله باذن الله مش هيسيبنا وهيتولانا، وربنا يا رب يرحمنا برحمته. ماشي. وهقول لك البصله اللي اوعي تشتريها لو لقيتيها قدامك في الاسواق، البصله يا بنات اللي مزروعه مع البطاطس، البصله ديت ما تشتريهاش خالص، ببصي بتزرع بسرعه وتعفن منك بسرعه، اوعي تخزنيها حتى لو هيديها لك ب5 جنيه. ليه؟ مش هتقعد معاكي شهرين 2 أو 3 كبير كبير وخالص، وهتلاقي البصله معاكي ضربت من جوه وعفنت، وزي ما انتوا شايفين في الصوره كده هتبقى معاكي بنفس النظام ده. طبعا بتعفن، بتلاقيها خلاص عسلكت معاكي، دي كلها بصله مش حلو. وفي نفس الوقت اوعي تشتري البصله اللي ما فيهاش عرش، البصله برضو اللي ما فيهاش عرش ديت ملهاش عمر قد كده. يعني ايه العرش؟ طبعا هو اللي بيشرب اي سوائل من البصله، فانت لما تشتريها مقطوع منها العرش بتكون بايته، او بتكون مثلا ديت فرز تاني عندهم فمطلعينها بيبيعوها بسعر اقل شويه، فما تقعدش عندك. لو انت هتجيبيها كده مثلا استخدام شهر ولا حاجه مش مشكله، بس اكتر من كده لا، ما بيكونش طبعا لها عمر خالص. فهاتيها كده استخدام بيتك ايه، شهر ولا حاجه، اسبوعين 3، مشي بها نفسك لو انت حسيتي ان سعرها ايه معاكي بسيط. ويا رب ما اكون ضيفه خفيفه عليكم كده وما اكونش طولت عليكم الفيديو. وفي نهايه الفيديو يا بنات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ووجودك تاج على راسي يسعدني. كومنت منك حلو كده، ولايك واشتراك في القناه، واي سؤال بخصوص البصل انا تحت امركم. دمتم نعمه في حياتي، ارجو اجمل متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.